ولو هنتكلم عن الفلوس فالفلوس بالنسبة لفلويد هي أرخص حاجة، وبدأ يغرق جيرفونتا ديفيز الفقير بالمجوهرات وبالعربيات والفلوس وكل اللي بيحلم بيه. فلويد تأثيره كبير قوي على جيرفونتا، فهو معلموش بس إن هو إزاي يلعب ملاكمة أو إزاي يطور من نفسه فيها، لا ده علمه إزاي يرتب أولوياته. When we sit down, we don't only just talk about boxing. You know, he look at me as his son. You know, he give me game on, life period. You know, sometimes I'm young, I still want to move at a fast pace. So sometimes he tell me to slow down and things like that. Things will come. You know, along the time, just stay focused and build your team. Make right decisions. في الوقت ده كان ظاهر وعامل شغل جامد جدا بالدرجة اللي خلت فانزاته أو معجبينه يسموه الميني تايسون. وفي سنتين بس رصيده بقى 11-0. ال11-0 دول منهم 10 بالضربة القاضية، والوحيد اللي صمد قدامه لحد آخر جولة هو جيرمين ميراز، والراجل ده وقع مرتين في الجولة الثالثة وفي الجولة الخامسة. ولكن للأسف التسجيلات بتاعة الماتش ده معرفتش أجيبها، ولكن أول قتال مسجل فعلا في المحترفين لجيرفونتا ديفيز كان ضد الفلبيني ريكي دولي. الريكورد بتاعه بيقول ان معاه 8 انتصارات وواحدة هزيمة. تانك كان شرس جدا، كان شبه الحيوان المفترس، ضرباته للبادي كانت قوية جدا، وصوتها كان بيسمعه اخر واحد في المدرجات، اللي من قوتها خلت خصمه ينسى ان هو يقدر يعمل معاه اي كاونتر اتاك. كان عمال يوصل له لكمات تقيله، وهوب بيضربه كروس قام موطي من تحتها وقاعد على ركبه وقال لك والله ما انا مكمل الماتش ده. جايبينه منين الواد ده؟ 7 8 Good. That's it. We're done.